بغيتي تنقذ والديك والناس اللي عزاز عليك من الفقر ومن اللي يعطيهم 2 ريال ويعايرهم بها، بغيتي تعزهم وترفع عليهم راسهم وتخليهم يفتخروا بك، كنصحك تتبع هذا الفيديو حتى الاخر وتوجد لي ورقه وستيلو، وعلى بركه الله يلا نطيروا. في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معاك داكشي اللي تعلمته طوال 10 سنين من عمري، من الاخطاء اللي ارتكبت، من الاصدقاء الناجحين ماليا اللي هما تجار ومقاولين ومستثمرين، من الكتب اللي قريت والمحاضرات اللي حضرت والطيحات اللي طحت. على بركه الله نفتتحوا الفيديو ديالنا بقصه. كيعاودوا اسيادنا ان واحد اليهودي كان عنده واحد الحانوت، وملي كيسافر باش يجيب السلعه كيوصي ولده كيقول ليه اذا جاك المشلم كيشعى تصدق عليه، واذا جاك اليهودي جري عليه وما تعطيه والو. قال ليه الابن انت كيفاش اليهودي من لحمنا ودمنا وما بغيتينيش نتصدق عليه، والمشلم نعطيه؟ جاوبوا الاب اعطي المشلم باش يبقى ديال امو ديما كيشعى وما عمرو يخدم على راسو، واليهودي ديالنا ما تعطيش باش تعلم ترجليت وينوض يخدم على راسو. العبره من القصه هي احسن طريقه ننقذوا بها راسنا من الفقر والميزيريه هي اننا نتعلموا نعتمدوا على راسنا ونحبسوا انتظار الاخرين يعطيونا. وشي مرات احسن حاجه تعطيها البنادم هي لا باش يتعلم يكون راجل ويتعلم يجيبها من فم السبع. حاجه زوينه اننا نتصدقوا على المحتاجين، ولكن فقط المحتاجين اللي ما قادرينش يخدموا على راسهم، بحال اللي عنده اعاقه او مرض عقلي، وماشي اللي كتشوفه بصحته وبكتافه وكتنوض تصدق عليه. فراك كتعلموا ديما ياكلها بارده، ونقدر نضمن لك انك واخا تعطيه 10,000 درهم اليوم غادي يساليها في سيمانه ويخبيها تحت الزليجه، والغد ليه تلقاه كيسعى. ومنه فان احسن طريقه تعاون بها شي واحد محتاج للفلوس وما عندوش عذر مقبول هي انك ما تعطيش. في هذا الفيديو غادي نتقاسم معاك 5 ديال النصائح اللي كيعلموهم الاغنياء لوليداتهم، بل وكاين اللي كيوصيهم ما يبارطاجيوهمش مع الفقراء باش يبقاو ديما خدامين ويد عامله عند الراسمالي متشكره. على بركه الله نبداو بالنصيحه رقم 1. اولا ما عمرك تاخذ كريدي سواء بالفائده او بلا فائده. حاله وحده اللي تقدر تسلف وبلا فائده بطبيعه الحال فيها هي ملي تكون عندك رؤيه واضحه على المشروع ديالك زائد ضمان لانك قادر على الاقل ترد الكريدي المولاه في المده اللي وعدتيه بها. علاش الكريدي ما مزيانش؟ اولا لانه بالرغم من ان عقلك الواعي عارف ان دوك الفلوس ماشي ديالك، عقلك الغير واعي كيتوهم انهم ديالك، وسرعان ما غادي يغويك انك تزلعهم في اقل من المده وترجع تقلب شكون يسلفك ثاني. ثانيا لانك ملي كتسلف الفلوس كتعلم العجز، وما عمرك كتعلم كيفاش تجيب الفلوس من والو، ما عمرك كتعلم شي مهاره اللي تقدر تبيعها. الكريدي كيضعف القدره الابداعيه والانتاجيه ديالك وكيحرمك من انك تحط في موقف حرج وتحس براسك مزير باش تنوض تخدم سواء بالكانا او بلا كانا. ودابا من بعد ما حيدنا علينا فكره ناخذ كريدي استهلاكي، اجي ندوزو للنصيحه الثانيه واللي هي ما تطمحش دير الفلوس، طمح انك تبني نظام اوتوماتيكي تلقائي كيصنع لك الفلوس. دير الفلوس وانا ناعس نيتك كيفاش درت الفلوس وانا خايف ما بقى غير نديرهم وانا ناعس. اش كتخربق علينا ستيفان بارت؟ واحد من كبار المستثمرين في العالم سميتو وارن بافيت عنده مقوله خطيره في السياق كيقول فيها اذا ما قدرتيش دير الفلوس وانت ناعس غتبقى حياتك كامله وانت كتخدم حتى تموت، او كما قالها بالانجليزيه if you don't find a way to make money while you sleep you will work until you die. اذا كيفاش نقدر ندير الفلوس وانا ناعس؟ هناك امثله باش تفهم مزيان. اولا تقدر دير قناه تعليميه على يوتيوب او صفحه على الفيسبوك وتركز على انك تزرع فيها بذور المحتوى الهادف. مع الوقت القناه غتكبر وغتولي مصدر دخل سلبي باسيف انكم. هنا القناه باش نكون معك واقعي من بعد 5 سنوات على الاقل ديال الزراعه ديال البذور المحتوى الهادف، البذور غيكبروا ويوليو نبته اللي غتولي شجره ويجي موسم الحصاد سيدي وتبدا القناه تدخل لك 3000 درهم على الاقل شهريا وانت ناعس ما زيتي ما حطيتي. بما ان المحتوى ديالك هادف راه ما تحتاجش بحال التافهين انك كل نهار تنوض تصور فيديو على روتينك اليومي. تقدر تكرس 5 سنوات من عمرك تقاسم فيها المعرفه ديالك وتحبس 5 سنين وانت غير كتحصد لانك خلقتي واحد السيستم واحد النظام اوتوماتيكي اللي كيدخل لك الفلوس. ثاني نصيحه تعلم برمجه المواقع والتطبيقات وتصاوب موقع وتطبيق اللي غتصاوبه مره واحده ويخدم عليك داكشي اللي بقى من حياتك. ثالثا تدير بيعه وشريه حتى ديماريها مزيان وتفوضها لشي واحد ثقه يقابلها ودير ليه راتب شهري او تقاسم معاه نسبه. هنا الفلوس كيدخلوك وانت ناعس ما زدتي ما حطيتي، والامثله كثيره للاسف اذا جيت نذكرها في هذا الفيديو ما غيكفينيش. ودابا رانا النصيحه الثالثه وفر الفلوس باش تستثمرهم وماشي باش توفرهم، لانك اذا طبقتي الادخار من بعد ما غدوز 5 سنوات غادي ترتفع الاسعار، وبالتالي داكشي اللي كانوا فلوس قادرين يشريوه ليك العام اللي فات ما غيبقاوش قادرين يشريوه هذا العام بسبب التضخم. فلوسك غطيح لهم القيمه. هذا الشيء علاش ملي تكون كتوفر الفلوس احسن حاجه هي تحل عينيك على فرص جديده امنه ومضمونه بعيدا عن النصب والاحتيال. هذا الشيء علاش خاصك تركز على العلاقات واللي هي موضوع النصيحه الرابعه. ركز على انك تكون علاقات مع رجال ثقه
وهذه هي الحقيقه الوحيده اللي ما يمكنش تلقى شي تاجر كبير ما كيامنش بها، بمعنى انك خاصك تكون عندك علاقات مع ناس اللي فيهم جوج المواصفات، اولا يكونوا كيتقنوا الدومين ديالهم ومتميزين فيه، ثانيا الامانه، الثقه والمعقول، بمعنى تقدر تستثمر عندهم فلوسك ويعطيوك نسبه من الربح. تسولني كيفاش غنكون هاد العلاقات؟ النصيحه الاولى، انت ما عندك والو في الكونت وبغيتي تبدا من الصفر وكتشوف راسك المهاره الوحيده اللي انت متميز فيها هي التصوير الفوتوغرافي مثلا، وتقدروا تسقطوا على اي مثال، غتمشي عند شي محل تجاري في المدينه ديالك وتعرض عليه انك تصور ليه السلعه والمنتوجات ديالو وتصيفطهم ليه باش يروجها بالتسويق الرقمي في مواقع التفاخر الاجتماعي، وهذا الشيء فابور. الهدف ديالك من هذه الخطوه تربح العلاقه ديال التاجر وماشي تربح الفلوس، اللي من بعد تقدر تخدم معاه ويخلصك، واللي تقدر تخدم معاه وتتعلم فن التجاره، او هو اللي تيسلفك باش تحل الاستوديو ديالك وتبدا البروجي ديالك. باختصار تكوين العلاقات مع الاثرياء كيكون بحاجه وحده اللي هي العطاء ومن دون مقابل. بحال هاد الناس معرفتهم ربح، يكفي غير انك عرفتي واخا ما يخلصكش ربح، غير اذا شربتي معاهم كاس ديال القهوه وسمعتي النصائح الماليه والتجاريه ديالهم غادي تكون حسن لك من انهم يخلصوك ب 10000 درهم للشهر. ودابا اجي ندوزو للنصيحه الخامسه والاخيره واللي هي الورقه والستيلو. اي حاجه دخلات لجيبك او خرجات شري مذكره خاصه بتدبير المال وسجل فيها الداخله والخارجه من الجيب او الحساب البنكي. علاش؟ لانك بمجرد ما كتقيد داكشي اللي شريتي كتحط عليه عين المنطق وكتحرروا من عين العاطفه اللي هي اكبر عدو للثراء. اغلبيه ديال النفقات ديالنا كيكونوا بسبب العاطفه اللي سرعان ما كندموا عليها من بعد. وهنا نصيحه عمليه تطبيقيه، كنتي دايز في السوق وبانت ليك شي حاجه بغيتي تشريها، جبد المذكره ديالك وسجل ديك الحاجه، يعني بلاصه ما تخسر الفلوس غادي تخسر غيمه ديال المداد وتصبر حتى دوز السيمانه باش تاكد واش بصح ديك الحاجه داخله في مجال الضروريات او في مجال الكماليات. وتعلم ديما تفرق ما بين الضروريات والرغبات. هذه تعلمتها في كتاب اغنى رجل في بابل للكاتب جورج كليسون، لان الرغبات والشهوات ما عمرهم كيساليو. اذا جينا نحسبوا الرغبات اللي كاينين في الكره الارضيه غنلقاوهم اكثر من الفلوس اللي راهم متوفرين. وكما قال براين تريسي، جمع المال وكسبه هو مثل الحفر بواسطة مسمار، أما إنفاق المال فهو بمثابة صب الماء فوق الرمال الناعمة. ولذلك صديقي وصديقتي، الثروة ديالك غتبدا نهار تفهم أن الخسران ديال الفلوس أسهل بكثير من الكسب ديالهم. وبالتالي السر ديال تدبير المال كاين في حسن تدبير وإدارة المشاعر، اللي ماشي بالضرورة باش تعبر على الغضب ديالك أو الستريس ديالك تنوض تخسر الفلوس، أو باش تعبر على عقدة الانستغرام تنوض حتى أنت تشري حوايج ما محتاجهمش بفلوس ما عندكش باش تبان على ناس ما عندكش معاهم. هذه نصيحة تعلمتها من كتاب سأجعلك غنيا I'll make you rich للكاتب بول ماكينة. كيقول تعلم تتحكم في المشاعر ديالك بلا ما تحتاج تنوض تخسر الفلوس. وختاما كنصح جميع الاصدقاء يتابعوا واحد السلسله اللي نفعتني بزاف لدرجه شريت لها دفتر خاص سنه 2017، والى يومنا هذا مازال كنجبدوا نراجع الدروس والحكم في اداره وتدبير المال. السلسله سميتها قوانين المال، كاينه في يوتيوب، يكفي انك تكتب قوانين المال ديال براين تريسي وغتخرج لك. وهكذا اصدقائي كنكون تقاسمت معكم النصائح الخمسه لانقاذ احبتك من الفقر. الحمد لله وفقني نطبقها. جيت نتقاسمها معكم باش حتى اذا كتب لي الله ومت نموت وانا مرتاح ما خبيت عليكم والو. كان معكم استاذ الكيمياء محمد بابور والكاتب المغربي الملقب بفاين بيرت. هذا ما كان في هذا الفيديو. Thanks for watching and see you in the next video. Peace.